تذكر إذا نزل بك هادم اللذات، تذكر وأنت تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات. تخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وكربه وغصته وسكراته وغمه وآهاته، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، وبدأت الروح تخرج من أعضائك عضوا عضوا، فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت؟ كل نفس ذائقة الموت. نعم ستموت. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا. دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلا. وكيف بنا دود المقابر يفعل، إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي، إذا صرت في قبري وحيدا أململ. أعظكم بالموت وسكراته، أعظكم بالقبر وظلماته، أعظكم بالموت أبلغ المواعظ. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أيها المغرور، أما رأيت ميتا من غير سقم؟ أيها المغرور، وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ والله ستبيت في القبر وحدك، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. فاعتبر بمن مات قبلك وربي جهنم. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. أفق من سكرتك قبل حسرتك، وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب. أيها المغرور، يا سالكا طريق الغافلين، أيها المغرور، ويا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. سؤال أخير، هل أنت راض عن حالك؟ وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تذكر إذا نزل بك. بل حتى الشيب تعاونوا في أدائها. مات رجل في 70 من عمره منذ فترة ماضية، سألونا نصلي عليه أم لا نصلي؟ قلت ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا ما سجد لله سجدة من قبل. مات أحد الشباب في مقتبل العمر، فلما غسلوه وبدأوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد. خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل، فإذا بالأب في خارج المغتسل يدخن. قالوا من الميت؟ ميتكم؟ قال نعم. قالوا ما خبر هذا؟ قال الأب لم يكن من المصلين. قلنا خذوه أنتم غسلوه وأنتم كفنوه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. والعكس بالعكس، مات أحد الأخيار في مقتبل العمر، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مسابق للصفوف الأولى، ما تخلف عن الفجر يوما، يدعو ويعظ بالموعظة والذكرى الحسنة. فلما مات يقول أحد مشايخنا أنا الذي غسلته وكفنته. فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا بإعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه. قلت لصاحبي تشم؟ قال فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فلما كفناه وذهبنا به إلى المقبرة يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره. تخيل المنظر، الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت. يقول والله الذي لا إله إلا هو فلما أنزلوه أخذ من بين أيدينا
حمل من بين أيدينا والله ما حملناه، ثم وسد في التراب والله ما وسدناه، ثم وجه إلى القبلة والله ما وجهناه. كشفت عن وجهه إذا هو يضحك، كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك. يقول الشيخ: والله لولا أني أنا الذي غسلته وكفنته ما كنت أظن أنه قد مات، ما كنت أظن أنه قد مات. اتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلوات، وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. اتقوا الله، ومن تقواه المحافظة على أوامره. تريد ضمان لخاتمة حسنة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. مروا أبناءكم بالصلاة ل7، اضربوهم عليها ل10. اصنعوا لنا أبطال، اصنعوا لنا رجال، اصنعوا لنا أمهات عابدات. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم علمه أولو الصلاح. من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح. من خان حي على الصلاة